الحين قبل شوي طلعت دقوا علي المدرسة قالوا تعالي عشان ولدي تعبان. قالوا لي تعالي. طيب يوم رحت لهم وانا طالعه من بيتي الا واحد كلب، ابن كلب هندي ماسك بنت كذا تعطينها ثالث رابع، قاعد يمسكها يرفع هدومها. انا كيف لفت نظري الحيوان، البنت صارخ، البنت صرخ تنزل هدومها. قمت على طول نزلت وقفت السيارة، والله حتى باب السيارة خليته مفتوح زوج انه يصير لي حادث يا حبيبتي، وانزل بسرعة زي بسرعة البرق واصور السيارة واصور وجه السواق، وعلى طول شو اسمه سحبت البنت، والبنت صرخ حتى معي تجي اسحب البنت تصارخ خلاص جاهزين انهيار، واقول لها تعالي عن الكلب هذا، والكلب هذا يجر البنت، تخيلي مع شعرها الكلب خلاص اشياء كلها قايمه. وادق على الشرطه واقول لهم بسرعه حاله طارئه بسرعه تعالوا، ويقوم الكلب يرمي المفاتيح وينحاش يخلي السياره، وانا واقفه مع البنت والبنت انهارت واهديها واسكتها لين هدت، واسالها تقول هذا سواقنا، انه كل يوم يقول لي سوي لي، واقول له ماما ما هي راضيه تسمع كلامي. والله قلت لها اعطيني رقم بابا، قالت ما اعرف رقم بابا، ولا حط جواله في السياره، واخذ رقم الجوال السياره الجوال وادق، وما كاتب مدام، وادق عليها ادق تخيلي ما ترد، ادور اسم الابو ما عرفت ايش كاتب اسم الابو، سالته ايش اسم ابوك، الا قعدت ادور لين لقيته، وادق ايش يقول لي، يقول انا في الخرج، انا ايش يجيبني من طريق الخرج؟ قلت طب البنت معي انا ما اعرف بيتها، قال سلميها الشرطه انا اجي استلمها من القسم. شوف البرود انت اللي فيه، يستهتر في كلامي، انت وش دخلك؟ يقول لي، قلت له وش دخلني والبنت متعرضه للاغتصاب؟ يقول لي لا انت مالك دخل، خلاص هي الشرطه اللي تسوي اجراءها. قلت له شكرا وجزاك الله خير، لو اني مخليه بنتك تضيع كان احسن لي، وصك وجهي السماعه. تخيلوا شوفوني الحين توني انا جت الشرطه وزي كذا وخذوا البنت، شوفي توني راكبه سيارتي، يعني ربي طلعني من بيتي للبنت. كلب اسال البنت سوالك شيء؟ قالت لي لا، بس البنت منهاره، يعني البنت بسم الله عليها صدرها باين، البنت مدغبجه يعني دبيبه ما شاء الله، حسبي الله.